السلام عليكم. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل شويه شوربه عدس في الدفا خالص، وهنعمل جنبهم شويه عيش توست. حكايه. طبعا شوربه العدس دي عند كل الامهات حكايه مقدسه. اول لما الجو يسقع تلاقيهم بيدوا شوربه عدس. قاعدين يا باشا في الصاله، اي حد واخد لزوم دور السقعة برد ده. خد شوربه عدس. النهارده هنعملها بقى بطريقه بسيطه خالص. يلا بينا نعمله سوا. يلا بينا نقول بسم الله. الاول عندنا هنجيب نص كيلو عدس اصفر، وهنغسلهم كويس وهنصفيهم وهننزل بيهم في الحله بتاعتنا. بطاطسايه وهننزل بيها على العدس، وبصلايه على العدس. ودي يا باشا جزرتين حلوين كده وهننزل بيهم. فصين توم. ودي. ودي بقى حاجه اختياري، بس هي كده كده مش هتخلي الطعم حامي. نص قرن فلفل احمر. ولو حضرتك حابه ممكن تزودي طماطمايه، انا ما حبيتش ازودها. والكاتل الجميل بتاعك، وهتروحي نازله بقى بميه على العدس. اول لما العدس يبتدي يستوي كده زي ما حضرتك شايفه، وهتشوفي الخضار بالمعلقه، اول لما تلاقيه طري واتسلق كويس اديها ضربه بقى بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر ممكن تضربيها في الخلاط، الحوار بسيط جدا. بعد كده هننزل بمعلقه من الملح، ومعلقه من الكمون، ومكعب مرق دجاج. وبس كده، مش عايزين بهارات اكتر من كده. ودي يا باشا تقليبه لحد ما القوام بتاعه يوصل للشكل اللي حضرتك شايفاه ده. بعد كده هنعمل بقى شوية شعرية، ننزل بمعلقة من الزيت ونص كوباية من الشعرية، وهتبقى تديها تقليب مستمر لحد ما اللون يوصل معاكي للمرحلة اللي انت شايفاها دي. بعد كده هننزل بيهم على الشعرية. حضرتك ما بتحبيش الشعرية ممكن تلغي الخطوة دي خالص، بس هو الشعرية معاه طعمها حكاية. بعد كده بقى علشان نعمل التوست هنجيب عيش شامي وهنقطعه مثلثات زي ما حضرتك شايفاه، وهتنزلي بيهم في الزيت. وهتقلبيهم، يعني من اول لما هتنزلي بيهم في الزيت تفضلي تقلبي ما تسيبيهمش، هو مش هياخد منك دقيقتين. وبس يا باشا هتطلعيه باللون اللي حضرتك شايفاه ده. وعلى منشف مطبخ هتروحي مديها رشة ملح ورشة بهارات، وهتاكلي احلى عيش توست كلتيه. ده بقى اقوى علاج حرفيا للبرد. ايه الطعم حكاية. ودي في الدفا. توست بقى لزوم الدلع. مد. جربوه وان شاء الله يعجبكم، وبألف هنا وشفا، وما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وشكرا.